أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. دي آية من إنجيل معلمنا لوقا، والآية دي بتنطبق على البابا ديمتريوس الأول أو الكرام. أهلا بكم، أنا كرولوس، ودي قصة البابا ديمتريوس الأول. قصة البابا ديمتريوس الأول بتورينا إزاي حكمة ربنا تنقلك من راجل فلاح بسيط قرية نائية إلى بابا الكنيسة المرقسية، وإزاي كان راجل غير متعلم أو أمي إلى واحد من أهم علماء الكنيسة الأرثوذكسية، وقهر علماء كبار في عصره مشيوا ورا الهرطقات زي أوريجانوس، وده اللي هنعرف قصته باختصار في الفيديو. نشأ البابا ديمتريوس الأول كفلاح بسيط في قرية أهناسيا التابعة لبني سويف عام 127 ميلاديا، ولما وصل لسن الجواز أصر والديه إن هم يجوزوه لبنت عمه، ولكنه كان عايز يعيش بتول أو إلى حد ما زي الرهبان. وللصدفة إن زوجته أو بنت عمه كان عندها نفس الرأي، فعاش 47 سنة في طهارة وبتولية مع زوجته. وهيبرهن البابا ديمتريوس الأول أو ديمتريوس الكرام في الوقت ده عن طهارته وبتوليته في القصة قدام. البابا يوليانوس الأول، البابا رقم 11 على كرسي مرقس، جات له رؤية من ملاك الرب إن اللي هيخش عليه بعنقود عنب ده هيبقى البطريرك من بعده. وفعلا دخل ديمتريوس على البابا يوليانوس الأول بعنقود عنب في غير أوانه ينال البركة منه، وفعلا باركوا البابا ومسحوا بطريرك من بعده. بعد نياحة البابا يوليانوس الأول تولى البابا ديمتريوس الكرسي من بعد. وبما إن البابا ديمتريوس أصلا كان فلاح بسيط أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، طلب من ربنا أن يعطيه نعمة وأن يفتح ليه عقله ليستوعب العلوم. وفعلا تعلم البابا علوم الكنيسة والعلوم العامة زي توقيت السنة الشمسية والسنة القمرية، اللي من خلالهم بطريقة معقدة وذكية عرف البابا ديمتريوس الأول أنه يحط التقويم الأبقي اللي بيه بيتم تحديد موعد عيد القيامة. البابا ديمتريوس الأول كان أول بابا يضم الأربعين المقدسة مع أسبوع الآلام، اللي كان بيتصمموا منفصلين عن بعض عن إزاي بابا الكنيسة المرقسية يكون متجوز. شك الشعب في البابا ديمتريوس الأول، واللي منها هتحصل المعجزة اللي هنحكي عليها دلوقتي. بعد صلاة القداس طلب البابا ديمتريوس قفل البيبان وإن يفضل الشعب زي ما هو. حط جمرة من الفحم على ملابسه وعلى ملابس زوجته ولف بيها الكنيسة كلها، وللمفاجأة إن مفيش حاجة حصلت. وده أثبت بشكل أو بآخر بتولية البابا ديمتريوس قدام الشعب كله، ومنها عرف الشعب إن البابا ديمتريوس الأول فعلا كان راجل بتول هو وزوجته. سنة 185 ميلاديا اتولد العلامة أوريجانوس من والدين متدينين في الإسكندرية، وكان باين عليه علامات النبوة والذكاء والحكمة من صغره، حتى إنه في سن 18 من عمره مسك رئاسة المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية. وللمفاجأة إن اللي عينه فيها هو البابا ديمتريوس الأول، وكان في عصره أوريجانوس من أشهر وأكبر العلامة في الكنيسة. ولكن الخلاف بدأ لما تم رسامة أوريجانوس كاهن بره حدود الكنيسة المرقسية، واللي فيها عمل فعل شنيع وهو خاصي نفسه. وده طبعا سبب في توتر العلاقة بينه وبين البابا، اللي في سنة 231 تم انعقاد مجمع بالإسكندرية وحكم على أوريجانوس بالنفي والحرمان من البابا ديمتريوس الأول. عاش البابا ديمتريوس الأول 15 سنة علشان يتجوز، و47 سنة في بتولية وطهارة مع زوجته، إلى أن تم رسامته بابا الكنيسة المرقسية، وقضى على الكرسي البابوي 43 سنة، وتنايح عن عمر يناهز 105. بركة صلواته تكون معنا. شكرا جدا على المشاهدة. سلام.